أوه، ها قد عدت لنا من جديد، ها قد عدت لنا من جديد أيها الصرح الأهلاوي المجيد. انتظرتك كما وعدتك بأن اللقاء بيننا سيكون قريب، بأن موعدنا لن يغيب، وبأن ابتعادك عنا لن يزيد ولن يطول ما دمت حيا يا أهلي. ظننت بأنك غادرت يا أهلي، وإذا بك تعود كالأبطال. ظننت بأنك فارقت الحياة يا أهلي، ولكنك وقفت شامخا كالجبال. ظننت بأنك رحلت يا أهلي، ولكنك فتحت عينيك لتخبرني بأن الكبار لا يموتون. ظننت بأنني لن أراك مجددا. ودبوز، آلان ماكسيمان وفهد الرشيدي، الفريق الخلجاوي الذي يدخل فريقي بيب غوارديولا. كرة ستلعب الآن، محرز يمشي كرة رياض، الكرة مستمرة براس من كيسيه، ترجع الانطلاقة إلى وجود صافرة وخطأ في الكرة الماضية. يستعد الآن رياض، يلعب كرة عرضية، محاولة بالراس، والكرة تعود إلى كيسيه، ينقل اتجاه الكرة، محرز أمامية، اليوسكي أمام الجول. جول 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 جول. الأهلي يبدأ قصة الانتقام ويطل عليكم من جديد، ويؤكد بأنه لن يرحم أحدا. الأهلي يسجل 1-0 عن طريق إيبانيز. يلا من كرة يا رياض، يلا من لمسة يا محرز، يلا من عرضية، وبعد ذلك إيبانيز يقص شريط الأهداف والفرحة مع جماهير النادي الأهلي. 1-0 في المباراة، 1-0 في هدف مبكر كان يحتاج الأهلاوي. الله الله الله، الكرة تعود، فهد الرشيدي يحاول، والمحاولة فابيو مارتينيز بتمريرة للجانب الأيسر، محاولة عرضية تصل إلى اليوسكي قوية، ولكن الكرة تعود ولا تزال الخطورة قائمة. لمسة وتمريرة للجانب الأيسر، هنالك راية والتسلل، هنالك راية والتسلل من الحكم المساعد في اللقطة الماضية على كبار في تشكيلة الفريق الأهلاوي، تيسير الجاسم وإسلام سراج. هنا الاستلام الرياض، يحاول محرز، يتقدم رياض محرز من الناحية اليمنى، والكرة إلى خارج أرضية الميدان، كرة إلى خارج أرضية الميدان، يكسب ركلة ركنية رياض محرز. شوف أنا يلعب إلى جانب قونيا سبور، محاولة موجودة، رياض محرز يحاول، رياض يسدد، والكرة إلى خارج أرضية الميدان، الكرة إلى خارج أرضية الميدان من رياض محرز. تذهب المحاولة، شوف الكرة الماضية من جديد، آلان ماكسيمان اللي حاول في الكرة الماضية، انطلاقة مستمرة للناحية اليمنى، محاولة خطيرة موجودة، تصل عرضية للخليج، ولكن بانيز سيعطيه المزيد من الثقة. شاهدنا في المباراة الماضية خاصة في الشوط الأول اللاعب إيبانيز لم يصد. كرة تعود الآن للخليج من الجانب الأيسر، الخطورة موجودة، ولكن التغطية من اليوسكي. كرة إلى الخلف، استلام من جانج، وجانج إلى فابيو مارتينيز، عدى مارتينيز، جميلة، محاولة خطيرة خطيرة الكرة الماضية، ولكن الكرة إلى أحضان حارس المرمى إدوارد ميندي. شوف الكرة والمرور، الكرة إلى رياض، كرات رياض، محاولة مستمرة موجودة، هل تأتي العرضية؟ محرز، الله 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 يا رياض، الله يا رياض، هذا رياض اللي يا ويلك منا، يا ويلك منا. Federico Chiesa is an Italian professional football player. He was born on October 25, 1997, in Genoa, Italy. Chiesa primarily plays as a winger or forward.
Chiesa comes from a footballing family, as his father, Enrico Chiesa, was also a professional football player. Federico began his professional career at Fiorentina, where he progressed through the youth ranks and made his first team debut in 2016. He quickly established himself as a talented and exciting young player. Chiesa's performances at Fiorentina caught the attention of top clubs, and in 2020, he made a high-profile move to Juventus. At Juventus, Chiesa has continued to impress with his technical skills, pace, and goal-scoring ability. He has become an important member of the team's attacking lineup. Chiesa has also represented the Italian national team, making his debut in 2018. He has participated in major international tournaments, including the UEFA European Championship, where he played a significant role in Italy's triumph in 2020. Known for his dribbling ability, agility, and versatility, Chiesa is a dynamic and creative player on the field. He can operate on either wing and is capable of taking on defenders, creating scoring opportunities, and scoring goals himself. Federico Chiesa's performances have earned him recognition as one of the most promising young talents in Italian football. His skill, flair, and potential have made him a player to watch, and he is expected to continue making a significant impact for both club and country in the coming years.